السلام عليكم الاخوان والاخوات والاحباب وكاع متابعي مقاطعة الغد. اذا جينا في فيديو جديد نتحدثوا فيه على الانتصار بالامس ديال المنتخب الجزائري ب2-1 بشق الانفس. كذلك مثلا نتحدثوا على المباراه الكبيره، المباراه الشيقه اللي كانتها المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي اللي هو حتى شي منتخب عربي ما قدر ينتصر للمنتخب البرازيلي. خليكم معنا. اول حاجه بعدا يعني بالصحه فطوركم خوتي وخواتاتي وكاع متابعين ديالهم كرة القدم. ثاني حاجه غنتكلموا على اول موضوع اللي غنتكلموا فيه هو على المنتخب الجزائري. فالمنتخب الجزائري بالامس انتصر على المنتخب ديال النيجر 2-1 بشق الانفس. بكل صراحه جبر صعوبات كبيره مع المنتخب ديال النيجر اللي كان متراجع للوراء، وكان يعني مصعب المأموريه انه تفك له ديك الشفره ديال الهدف الاول، وكان كيلعب بهجمه مرتده وقدر انه يسجل الهدف الاول. وبالتالي يعني المنتخب الجزائري عانى باش انه يسجل التعادل اللي سجل عن طريق بنجاح ضربة في واحد المدافع ودخلت. والهدف الثاني اللي سجلوه اللاعب رياض محرز اللي في الدقائق الاخيره للمباراه، وانتهت اللقاء ب2-1. فبكل صراحه في اللقاء شفنا وجوه جديده كاللاعب النوري ظهير الايسار، شفنا يعني اللاعب بوعناني اللي قدم تمريرات الهدف. شنو وجوه جديده في المنتخب الجزائري، الوجوه شابه اللي هي يعني خصها الوقت باش تنسجم وتاخذ ديك الثقه يعني، وما دخلوا في لقاء حاسم كما قال المدرب بالماضي. وبالتالي يعني اللقاء كان ماشي سهل، ولكن المنتخب الجزائري يقدر يسجل، يقدر ينتصر بالاكسبيرينس اللي عنده، وهنيئا لهم. 3 انتصارات قطعوا اشواط كثيره باش انهم يعني يتاهلوا. فهادشي اللي كاين اللي كيشوف بان كاين اللي مع استمرار بالماضي، كاين اللي ضد الاستمرار بالماضي، كاين اللي كيشوف بان ديك النجمه اللي حق المنتخب الجزائري يعني قتلت الشغف عند اللاعبين وعند المنتخب عند المدرب الجزائري. وبالتالي خاص يعني ضخ دماء جديده في المنتخب الجزائري، منهم اللاعبين الجدد ومنهم المدرب باش انه يكون عنده ديك الشغف انه يحقق النتائج. وكاين اللي كيظن ان يعني بالماضي يعني خصو يجوز مده طويله مع المنتخب الجزائري. وبالتالي كل واحد كيشوف الراي ديالو، ونحن نتمنوا لهم غير الخير. فهذا موضوع اول. ندوزو للمنتخب المغربي اللي عنده مباراه شيقه، مباراه كبيره مع المنتخب البرازيلي في مدينه طنجه في المغرب. بكل صراحه مباراه اللي هي يعني كبيره، وحتى شي منتخب عربي ما غلب المنتخب البرازيلي سابقا، لا مباريات وديه ولا مباريات رسميه. يعني بكل صراحه المنتخب البرازيلي مرعب. هو اصلا المنتخب البرازيلي كيرعب جميع الخصوم في العالم كامل، والخروج ديالو في كاس العالم هذا الاخير هو خرج راسو بيدو. يعني المنتخب البرازيلي ما هزمو حتى شي واحد، هو اللي كيهزم راسو. شنو المباراه مع المنتخب الكرواتي كان مسيطر فيها، خلق فرص، سجل واحد الهدف ساذج، مشاو ضربات الترجيح. فهو اللي كيصعب على راسو لان عنده فرديات كبيره. يمكن هاد الفرديات اللي عنده كتسبب له مشاكل، لان كيولي الخيارات كثيره عنده كل بوست فيها 4-5 بمستوى عالي. بكل صراحه اخر يعني انتصار المنتخب البرازيلي على المنتخب العربي كان انتصار على المنتخب التونسي ب5-0 اما 5-1. يعني باش تعرف ان منتخب مرعب وما كيفرقش ما بين المباريات الوديه ومباريات ولكن هو يتقابل غدا مع منتخب اللي هو يعني يقدر يعني يكسب التعاطف العالم كامل. يعني يقدر يعني يوقف اسبانيا يعني ماشي سهله باش توقفها 120 دقيقه، تخليها بلوكيا بلاصتها بواحد السيستم. والبرتغال اللي هو عنده فرديات كبيره. وبكل صراحه يعني ما بانش ديك الفوارق ما بين المنتخب والمنتخب البرتغالي ولا الاسباني. يعني بكل صراحه عندنا لاعبين اللي يمكن لهم يمشوا في هذا الريتم هذا. فغدا ان شاء الله تكون مباراه قويه. ان كنظن ان التشكيله ديال المنتخب المغربي غادي تكون فيها يعني بزاف الخيارات، لان كاين شي لعابه اللي بكل صراحه خصهم ياخذوا الرسميه، وكاين شي لعابه اللي هما خصهم ياخذوا الفرصه ديالهم. فاول حاجه بونو يعني لا يناقش. الدفاع الثنائيه ديال سيس واللاعب اكرد ثنائيه بطيئه. الا كنا غادي نلعبوا الامام بكل صراحه ثنائيه بطيئه ماشي في المستوى، لان الا كنت عاد لاعب البلوك عالي ديك التحول الخصوم اللي كيبغيو يتحولوا لنا من الدفاع للهجوم بكل صراحه كنعانيو شويه مع الثنائيه ديال اكرد. وجاب الله في كاس العالم كنا متوازنين. فانا بكل صراحه مع اليميق لاعب اللي هو
سريع ولاعب اللي هو كيعرف يخرج الكره من الدفاع من وسط الميدان، لازم يعني العميق. وناخذ معاه يعني انا في نظري اكراد. الاظهره بكل صراحه بينات بان اللاعب عطيه الله ملي كيكون في الظهير الايسر كيعطي واحد الحيويه كبيره للمنتخب المغربي، عكس اللاعب مزراوي اللي هو كيجبر واحد الصعوبه فاش انه يعني يقلب اليمين ويعطي اليسار، كيجبر صعوبه، عكس اللاعب عطيه الله اللي كيكون عنده واحد السلاسه، لان اللي يجر كيلعب لي بالرجل اليسرى، وبالتالي كتجيه سهله فاش انه يعني يبدا انه يطلع. وكتكون عندنا يعني الناحيه الهجوميه كنكونوا احسن مع عطيه الله، وهذا في المونديال. وهذا الولد هذا اللاعب واحد كان بكل صراحه ظالمو، ما عطاش ديك الثقه فاش انه يعني يغلط المره ولا في الماتش الاول والماتش الثاني ونزيدوا الماتش الثالث. انا داك عاد كتشوف الملاعب هذا هو الثقه باش كيدويها وليد ركريكي بزاف. الظهير الايمن بكل صراحه لا يناقش اللاعب حكيمي. في وسط الميدان هنا وسط الميدان بكل صراحه اللاعب امرابط كان كيعاني مع واحد، لان مع واحد بكل صراحه الخطط كانت كتكون مفكوكه، كاش واحد الترابط. اليوم كاع اللاعبين ان سيستيم، الوليد ركريكي خلق واحد ان سيستيم جو بكل صراحه يعني اللعابه مرتاحين فيه وكيلقاو راسهم، يعني كل لاعب كيبان سبع في البوست ديالو، لان كاينه هويه، كاينه منظومه ديال اللعب في الملعب. اكيد مازال ما وصلناش لديك النيفو العالي باش يكون عندنا منظومه هجوميه ودفاعيه، يعني هذه خصها شويه الوقت. فاللاعب لا يناقش امرابط، قدامه من اللاعب النحله ولا عز الدين الناحي. هذا اللاعب هذا بكل صراحه بدنيا خصو يزيد يخدم راسو على البنيه الجسمانيه ديالو، اما فنيا لا يناقش. قدامه اللاعب بعد الغياب ديال اللاعب ديال نسيت الاسم ديال بليد الوليد، كنظن ان غادي وليد ركريكي يعطي فرصه للصابيري اللي كان مصاب في كاس العالم، بصراحه يعني عنده امكانيات كبيره ولكن اصابه منعته انه يكمل معنا. كنظن يعطي الثقه للصابيري، عنده امكانيات هذا اللاعب كبيره، والموسم المقبل غادي يكون فيورنتينا وغيزيد يتحسن. الاظهره كنظن ان زياش لا يناقش في الهجوم، ولكن على اليمين واش يعطي فرصه للزوزولي او لا يلعب بوفال. كنظن انه يعتمد على بوفال ويشوف واش هذا اللاعب بدنيا واش تاثر بالدوري القطري او لا، مازال هذاك بوفال اللي كنعرفه. فلازم كنظن انه غادي يدخل بوفال وزياش، وبيناتهم النصيري، لان النصيري انا ضد النصيري مستقبلا، شخصيا ضد النصيري مستقبلا، ولكن حاليا خصنا نعتمدوا عليه، لان لعبوا مع واحد الفريق اللي هو فريق تقنيا مستوى عالي. دونك خصك نصيري باش انه يضغط، باش انه يسد المساحات، باش انه يرجع يدافع. خصك مهاجم اللي يقوم بزاف الادوار في المباراه، ماشي خصك مهاجم اللي يقول فقط يكون حاسم في الصندوق. لا، هنا راك كتلعب مع البرازيل، دونك خصك تكون لاعب متوازن ولاعب يعني دفاعيا منظم، وهجوميا كتعرف امتى تخرج. لان لا هادشي اللي كاين الاخوان، لان مع المنتخب البرازيلي لا هاجمتي اكثر من القياس ممكن تلقى اهداف كثيره، ولهذا يعني لازم هاد الامور ياخذها بعين الاعتبار المدرب المنتخب وليد ركريكي. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنوا غدا يكون اول انتصار عربي على المنتخب البرازيلي ونفكوا هاد العقده. هادشي اللي كاين، وتهلاو لراسكم، ما تنساوش دعمونا بلايك واشتراك وعطيونا راي ديالكم. تهلاو لراسكم.